حضور الله في الكنيسة حضور حقيقي يملأ الكنيسة كلها. انتوا عارفين، كنت قريت مرة قصة مش عارف حكيتها لكم ولا لأ، والعهد عراوي، اني واحدة كانت عابرة وبعدين كانت عايزة تحضر يوم حد الشعانين، المهم كل الكنائس طبعا بتخاف بقى والمناسبات ديت وبطاقتك وايدك وكده. فالمهم لقت كنيسة في مكان ما في وجه بحري، قعدت تلف يعني في المحافظة اللي هي فيها. المهم دخلتها لقت الدنيا متروسة، فقعدت على الباب الخشب اللي في اخر الكنيسة، باب الكنيسة، وفرشت وقعدت على الارض، وعيالها بقى اللي قعدوا كده. يعني طبعا الدنيا زحمة خالص يعني. هي بعمق وبصلاة وبدموع وبإحساس بحضور الله بتصلي. فبصت لقت عند المنجلية اللي هي العربي دي بتاعت الإنجيل العربي، بصت لقت المسيح واقف. وبصت لقت الناس أشكال، يعني من ضمنهم ناس ملفوفة في أكفان وهم واقفين بيصلوا، ملفوفة بأكفان، وناس تانية صلواتهم طالعة زي نار، وناس تالتة عمالين بيتكلموا محدش سامعهم وربنا مش سامعهم. فالمهم استغربت خالص، فسألت بعمق وبدموع: يا رب علمني الرؤية دي ايه فيها؟ فقيل لها ان الناس اللي صلواتها مسموعة دول ناس شعرين بحضور الله، بيصلوا بقلب، بيصلوا بخشوع وبتوبة. والناس اللي في أكفان دول ناس جايين بخطيتهم وراجعين بخطيتهم، مش ناويين يغيروا حياتهم. فدوت مهما كان حضور الله في الكنيسة، ولكن الله يراني ككفن، كإنسان ميت، واللي صوته مش باين ده إنسان مهتم بجمال صوته ومهتم بمنظره قدام الناس، ربما يبقى تايب لكن مستني الناس تقول رأيها فيه، وانه بيجي كل حد ولا بيجي كل مش عارف ايه، وبيقول لحن صح وبيقول مش عارف ايه كويس وجميل ولطيف وكل حاجة، فربنا ما بيسمعش لدوت. فاللي انا عايز اقوله ان حضور الله في الكنيسة حضور حقيقي، والله ينظر ويبحث عن كل انسان شاعر بهذا الحضور ولامس هذا الحضور وباحث وطالب لحضور الرب. ربما لا تراه بعينيك ولكنه حضور حقيقي. وياما قديسين حضروا في الكنائس. عارفين الكاهن اللي مرة كانت الكنيسة فاضية فهو بيرش المية، يروح على الدكك الفاضية، فالشماس قال له: يا ابونا خلص، الدكك كلها فاضية، ده مفيش غير أول 2. قال له: يا ابني مين اللي قال لك الدكك فاضية؟ ما الدنيا زحمة اهي. حضور حقيقي، يعني مش مسألة رمزيات، لا، فعلا علامات حقيقية لحضور الرب.